مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض فتة الحمص على طريقتي. تابعوا الوصف الأخير لنشوف الطريقة والمكونات ونبلش. بالبداية بدي أحضر للبدوة. بجات رح أنزل كاستين من اللبن، وفوق اللبن رح نضيف كاسة من الطحينة أو بسموه الراشي. بعدين رح نضيف كاسة ونص من الحمص المسلوق، ربع كاسة من عصير الليمون إذا بتحبوا تضيفوا أكتر حسب رغبتكم، وربع كاسة من المي اللي سلقت فيها الحمص، سنة من الثوم طبعا حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون. رح نعمل مع بعض كتير مليح. وإذا متوفر خلاط الكوكتيل بتحطوا كل هالمكونات بخلاط الكوكتيل وبيطلع قوامهم ممتاز. شايفين وهيك قوامهم كتير مليح. رح اتركهم على طرف، وهلأ بيرجعوا بيتقلوا كمان شوي. وهلأ رح انتقل لحتى اقلي الخبز. بزيت غزير وحامي بلشت اقلي الخبز وقطعته هيك مربعات بهذا الشكل. وهلا رح احط كمية وهيك لحتى يصير لونه هيك اشقر وبشيلن. طبعا بتقدروا تستغنوا عن هاي الخطوة، بتقدروا تعملوا الفتة بدون ما تقلوا الخبز. امي كانت تعمل لنا الفتة بالخبز العادي بدون ما تقلي، وكانت تطلع كتير طيبة. وهلأ هيك طلعتن بس صاروا لونهم ذهبي بهذا اللون، وكملت الباقي لحتى اخلص كل كمية الخبز. وهيك بعد ما صار كل شي جاهز هلا رح اطبق الصينية. الطبقة الاولى رح تكون الخبز المقلي اللي حضرته قبل بشوي، رح نرتبهم هيك بهالطريقة. بعدين رح احط الحمص المسلوق، انا سلقته قبل بوقت مشان ما اطول الفيديو عليكم. وما رح اتشتش الخبز، رح اكتفي بس بالنقط هيك اللي عم تنزل من الحمص، لانه هلا الخبز رح يتشتش من حماوة الحمص ومن البدوة. بحط طبقة كبيرة هيك من الحمص شوي، بعدين رشة ملح ورشة كمون بيعطي نكهة كتير طيبة. وهلأ رح نبلش نحط البدوة. شايفين قوامه شلون بيتقل وبصير بجنن. وهلأ رح انزل كل الكمية. كل ما كانت الكمية كبيرة كل ما طلعت الفتة اطيب بكتير. وهلأ خطوة اختيارية، انا حبيت هيك اقلي شوية لحمة مع رشة ملح ورشة فلفل، بيعطوا نكهة كتير طيبة. حطيتهم هيك بالنص. طبعا هي الخطوة اختيارية. وهلأ رح ابلش ازينها. طبعا بتزينوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها. انا زينت هيك على الاطراف رمان مثل ما عم تشوفوا. بعدين حطيت هيك فوق اللحمة شوية لوز وشوية كاجو بيعطوا نكهة كتير طيبة. وانا هون عندي شوية خبز مقلي هيك عملته بهذا الشكل. كمان حطيت كم رشة من الحمص هيك الحب يعني. ورجعت حطيت هيك خبز قليته بهي الطريقة. بحطن هيك على طرف الصينية، واخر شي برش رشة من البقدونس. وهلأ رح اسمعكم طشة. وهيك بتكون أطيب فتة صارت جاهزة. بتقدموها مع كيبيس الفليفلة أو الخيار مع بصل يابس أو بصل أخضر وفجل، كل شي بيلبقلها. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وشوفوا لي هاللقمة ما أحلاها. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.